يا مساء الفل على كل اللي بيتابعني، سواء لأول مرة وأول مرة يشرفني ويدخل قناتي يا مرحب بيه، أو كنتوا أصدقاء أو كنتوا متابعين للقناة. أهلا وسهلا بيكم. حابة أدردش معاكم وأقول لكم الأخطاء اللي أنا وقعت فيها. كلمتكم في فيديو قلت لكم أنا كنت أول ما اتعلمت يعني كان المفرش صعب قوي، وانا حابه اوريه لكم. عشان كده حابين نتكلم شويه نصايح او شويه اخطاء انا وقعت فيها، مش حباكم انتوا تقعوا فيها. فاكرين المفرش ده اللي ابتديت بيكم، يعني ابتديت متأسفة، ابتديت اعمله معاكم خالص. لو فاكرينه، انا بطنته على الستان، والستان ده ستان تبطينه مش ستان تقيل ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين، هي رسمة الباترون اساسا اهي. الرسمة دي معايا من 8 سنين تقريبا. زي ما قلت لكم احنا بنحط الشفاف عشان نحافظ على الرسمة مهما عمل. اهي دي الرسمة. بس انتوا لو تلاحظوا ان في الرسمة دي اهي، انا اضفت الحاجات دي. فضلت اعمل كده لحد ما ادتني الشكل ده. حبيت اعمل دي هنا واعمل شكل عشان يديني الشكل الانتريه يعني. اهي عملته كده تمام. شايفين شكله؟ يا رب تكون الصورة واضحة بالنسبة لكم. هوريكم بقى اول مفرش بقى عملته بنفس الرسمة بنفس الشكل، ما تتخضوش اهو. شايفين؟ طب ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها؟ اول خطأ انا وقعت فيه اما جيت حطيت هجيب لكم. اما جيت حطيت هنا القيطان، كنت بشد قوي يعني اما باجي اثبته هنا مثلا كده كنت بشد. فما باجي اعمل غرزة العمود اللي انتوا شايفينها كنت بشد قوي، فكانت القيطان نفسه بيتشد معايا فبيكش. تمام. ده خطأ انا مش حباكم ان انتوا تقعوا فيه. تاني حاجة انا برضو كنت بقع فيها، الحس الفني، او اللي هو ايه، هو كده اعمل اشتغل وخلاص. لا، انا ممكن ادخل خرز مع غرزة العمود. ممكن اعمل بطانة تحت الشغل دوت. طبعا هنا لو تلاحظوا برضو الغرز الى حد ما مضغوطة قوي. لا يعني في حاجات ممكن تاخدي براحك فيها، يعني ما تستعجليش وبالراحة، وابتدي بحاجة صغيرة. يعني لو حتى تعملي فرع واحد للورقة علشان تبتدي تشتغلي عليه مرة واتنين، مفيش مشكلة وهيساعدك كتير. طبعا هنا انا كنت الفينش التقفيل بتاعي مش تمام قوي، او مش عاجبني كان. فانا حبيت برضو اوريلكم ليه المفرش اللي انا ابتديت بيه، علشان تعرفوا ان احنا بنبتدي بنتعلم مرة بعد مرة. واكيد المفرش ده اكيد لو انا عملته مرة تاني هعمله الاحسن. فانا بس بقارن لكم بين المفرش الجديد او اخر حاجة انا عملتها واول حاجة انا عملتها، علشان ما تتعقديش او تقولي لا انا شغلي وحش. مهما كان وحش بيبقى وحش من اللي انا كنت عاملاه دوت. اتعلمي والشغل ده فعلا صدقوني شغل راقي جدا. شغل ما تلاقوهوش بسهولة عند اي حد، ان هو شغل مميز، شغل بيعيش سنين. يعني عايزة اقول لكم ده كان لونه تاني. معلش، من الاخطاء اللي انا وقعت فيها برضو قبل ما انسى، ان انا غسلته في الغسالة. المفروض الاشغال اليدوية بتتغسل بالايد. طبعا ده انا غسلاه بايه؟ حطيت له جل عادي، ده بيتباع يعني في المنظفات، بيحافظ على الالوان او ما بيخليش الالوان تطلع. تاني حاجة حطيت خل، ربع كوباية خل، وشطفته عادي بعد ما غسلته. القيطان بيبقى كاشش يا جماعة، فلازم يتكوي. لما بتيجي تكويه بتحطي يعني زي طبقة فوقيه كده، وبتكويه علشان يتفرد معاكي. دي برضو من الاخطاء اللي انا وقعت فيها. حابة ان انتي ما تقعيش فيها زيي. ايه تاني حابة اقوله لكم؟
اول امبارح من كام يوم يعني تقريبا حبيت اتفرج كده على المفارش اللي نازله السوق عندنا. لقيت طبعا المفارش مش هكلمكم على السوري والهندي، لا اللي هي المفارش العاديه جدا الصيني ديت. عايزه اقول لكم مفرش قد ده تقريبا، يعني ما يتشافش، يعني مش حكايه ما يتشافش، هو شكله حلو، لا شكله حلو يا ربي. بس يعني لو كمل معاكي سنه يبقى انت كده محافظه عليه. حاجه شغل مكن عادي جدا. هم طبعا مهتمين بالفينش ومهتمين بالشكل ان هو يشد انتباهك، لكن حاجه بكتيرها قوي. سنه سالت عليه كام يا جماعه، ده كان من اقل المفارش، يعني كام يا جماعه؟ 100 جنيه. فتخيلوا بقى المفرش اللي انتوا شايفينه مش هيكلفكم بالخرز بالخيط التطريز بكله، مش هيكلفكم 50 جنيه على بعض، مش هيكلفكم بكل الحاجات دي، مش هتكلفكم 50 جنيه، حتى بالتبطينه اللي تحت. وشوفي حاجه قيم لو انت حتى حبيتي ان انت تفتحي مشروع، معلش حاجه زي كده انا بالنسبه لي مش هتقل عن يعني مش عايزه ادي رقم، بس انا مش عارفه عشان انا تعبت فيه او انا بحب الشغل ده. بس الشغل ده بلاش اقول سعر، بس يعني الشغل ده يعتبر كشغل ايدك، لا شغل قيم. فيا رب تكون المعلومات اللي انا وقعت فيها دي ما تقعش فيها وتكون فادتكم. وبالتوفيق ليكم كلكم، وانتوا احلى ستات. انا عموما منحازه للستات جدا، عشان بحس ان الست عندها قدره رهيبه في الابداع في كل حاجه، مش شرط المفارش. يعني تربيه العيال مع توضيب الشقه، يا سلام لو كانت بتشتغل كمان، كل عندها قدره ان هي تعمل اي شيء وتبدع فيه وطاقة غير عادية. فبالتوفيق ليكم كلكم وميرسي خالص لمتابعتكم ليا، وان انا دوشتكم شوية برغي. عايزه اقول لكم بحب التعامل معاكم، وهفضل كل شويه اقول بجد بشكركم وبجد بحبكم جدا، ان انتوا طلعتوا فيا المواهب المكبوته ان خلتوني اتفرغ للحاجه دي بعد ما كنت بصلح مكن على طول. او نسيت الجزء ده. عشان كده انا سميت على فكره القناه طوري موهبتك. يعني احنا بيبقى جوانا مواهب بس ما بننميهاش. فيا ريت لو ما عندك اي موهبه ما تدفنيهاش، طلعي حسك الفني وابدعي في كل شيء عندك. مع الف سلامه.